في فيديو النهارده هاعلمكم ازاي تعملوا تورتة موس الشوكولاتة من غير كريمة لباني. تورتة ناعمة كده وسوفت وبتدوب في البق. غنية جدا بالشوكولاتة لمحبين الشوكولاتة، بتنفع للمناسبات وأعياد الميلاد. شايفين الطبقات بتاعتها رائعة. عايزة اقول لكم الكيك بتاعها خطير جدا وناعم وبيدوب كده في البق وعجب كل اللي داقه. تعالوا نشوف الطريقة والوصفة. احتجت 6 بيضات بدرجة حرارة الغرفة، معلقة صغيرة فانيليا، معلقة كبيرة خل، نص كوباية سكر أبيض ناعم، رشة ملح، معلقة صغيرة محسن جل، ولازم محسن جل. هنا كوباية إلا ربع دقيق، ضايفة لهم 2 معلقة كبيرة كاكاو خام، معلقة كبيرة نشا، ومعلقة صغيرة بيكنج باودر، نص كوباية مية دافية، ولازم المية تكون دافية. هضرب كده المكونات كلها مع بعض كويس قوي بالمضرب الكهربائي او اليدوي لحد ما يتضاعفوا ويبقوا شبه الكريم شانتيه او شبه المارينج كده. قوامهم بتلاقيه كده بقى بضعف وتماسك. في قالب او صينيه مقاس 34 هفضي بقى خليط الكيك بتاعي. صينيه تكون مدهونه ومحطوط لها ورقه زبده. لو انتوا هتقسموا الكيك ل3 طبقات هتضيفوها في صينيه مقاس 26 او 28 بالشكل ده كده. هبتدي بقى ان انا اسويه واكون مشغله الفرن على درجه حراره 180، بياخد من 25 ل 30 دقيقه. هديله خبطتين كده عشان اطلع الهواء قبل ما ادخله الفرن بالشكل ده كده. بعد كده اول ما بيطلع من الفرن بغطيه بفوطه نظيفه وتكون جافه ناشفه، يعني مفيهاش اي سوائل، عشان يفضل محتفظ بطراوته وما يهبطش. هحضر بقى الموس بتاعي. جبت هنا كوبايه الا ربع لبن، 2 معلقه كبيره كريم شانتيه خام، 2 معلقه كبيره كاكاو خام، طبعا في حمام ميه سخنه او في الميكروويف، على حمام ميه سخنه او الميكروويف. هنا كوبايه الا ربع شوكولاته، انا ضفت نص وبعد كده ربع. وهنا دي معلقه كبيره جيلاتين خام بودره، ضايفه لهم ربع كوبايه ميه لحد كده ما تفاعل مع الميه، وبعد كده ضفته على الخليط بتاعي. بس طبعا بعد ما بتشيليه من على النار، يعني لو انت حطاه على ميه سخنه لازم بعد تشيليه من على النار. بعد كده جبت هنا 4 مغلف دريم ويب. لكل 4 مغلف بحط كوبايه ميه ساقعه وكوبايه لبن ساقع، وممكن تعملوه بالميه بس. بعد ما ضربت الكريم شانتيه بتاعي نزلت بقى بالخليط كده بتاعي، كان هدى شويه يعني بقى دافي. رحت نازله على الخليط بتاعي على الكريم شانتيه كده وضربته. ودي الكيكه بتاعتي، هقسمها بقى نصين. الكيك ده ما بيتسقاش ولا محتاج اي حاجه، طري جدا وخطير، هيعجبكم جدا. بجيب كده زي ورقه او كرتونه ان انا ارفع بيها الكيك عشان ما يكسرش. باقي بقى الجزء التاني هضيفه، هحطه كده في الصينيه اللي انا كنت شغاله فيها. لازم بس تكون قابله ان انت تفتحيها، يعني لو الصينيه بتاعتك ما بتتفتحش يبقى ما تعمليش الخطوه دي. اشتغلي بيها كده على طبق، على كرتونه، على قاعده، اي حاجه. ضفت بقى هنا طبقه كثيفه من الكريم او الموس بتاعي، هيعجبكم جدا يا جماعه، طعمه تحفه. وهسويها كده، وبعد كده هجيب الطبقه التانية من الكيكه واحطها عليه بالشكل ده كده. بقى تغطية بس كده خفيفة، وهنزل بقى بباقي الكريم شانتيه بتاعي واسويه طبعا من كل الجناب، اقفل كل الجناب بالشكل ده. بعد كده هعمل بقى طبقة المروار بتاعي. جبت هنا نص كوباية لبن، معلقة كبيرة كاكاو خام، معلقة كبيرة كريم شانتيه، وهدوبهم كده مع بعض، ومعلقة كبيرة عسل جلوكوز، 150 جرام شوكولاتة، تمام، على حمام مية سخنة او في الميكروويف. هنا كنت حاطة معلقة ممسوحة كبيرة جيلاتين وربع كوباية مية لحد ما امتصت. وبعد كده نزلت بيها على الخليط بتاعي، نعمته كده بالهاند بريندر او في الخلاط، وبعد كده بصفيه عشان ما يبقاش فيه شوائب. انا هنا بوريكم كان عندي بسكوت بديل الاوريو بغلفه بالشوكولاته، بديكوا افكار يعني. طبعا الكيكه بعد ما غلفتها انا دخلتها التلاجة نص ساعه علشان تسقع وتجمد. ضفت بقى عليها خليط المروار بتاعي وبيطلع لامع، وده اسهل طريقه للمروار بالشكل ده كده. هدخلها بقى التلاجة نص ساعه كمان،
بعد كده طلعتها. طبعا انا قلت ان انا اسوي الجناب، بس بعد كده قلت لا كفايه، مش هقطع اكتر من كده. طبعا احنا بناكل الحاجات دي مش بنرميها، بس انا قلت ايه خلاص ادام احنا اللي هناكلها وعيد ميلادنا احنا مش هسويها، لان بابانا كان جه وعايزين نعمل عيد ميلاد. هنا انا كنت كاتبه حروف اسم مكة بالشوكولاته البيضاء بالشكل ده كده، وهي اللي عامله القلب ده، وعامله كمان عيون كده شكلها حلو قوي. وده البسكوت اللي انا غلفته وعملته بديل الكابري الاوريو، والعيون اللي مكة عاملاها. وحطيت كده كان عندي البسكوت بديل الكتكات، بيبقى مكتوب عليه كتكات برضو. وبس كده، هي دي الوصفة. ودي ما قطعتها بقى، بس كانت تاني يوم، يعني انا بعد ما قطعتها تاني يوم صورتها. اتمنى من كل قلبي انها تكون عجبتكم، وشير ولايك للفيديو. انا هي معالي من البيت.